قال رحمه الله: باب في خواتم الأعمال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال: باب في خواتم الأعمال، أي ما يختم للمرء به من عمل. وهذه الخواتم أمور مغيبة علمها عند الله ولا يدرى ما تكون، ولهذا شرع للمسلم أن يسأل الله عز وجل حسن الختام. يوسف عليه السلام ماذا قال في دعائه؟ نعم: توفني مسلما. وفي الدعاء: اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار. هذا الذي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار ليس هو ذاك الرجل المؤمن الصادق مع ربه في إيمانه، الملتجئ إلى الله دائما، السائر ربه الثبات. فمثل هذا لا يخذله الله ولا يضيعه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما يضيع بل يحفظ له إيمانه ويثبته عليه. وإنما هذا الذي يختم له بهذه الخاتمة لأن عنده في قلبه شيء. وهذا يوضح حديث آخر ورواية أخرى لهذا الحديث من حديث سهل رضي الله عنه. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه اللفظة توضح فيما يبدو للناس. فأما الشخص الذي هو صحيح الاعتقاد، صحيح الإيمان، صادق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، عظيم الخوف من الله، كثير الدعاء والالتجاء إلى الله، هذا ما يخذله الله في لحظات عمره الأخيرة ويختم له بعمل أهل النار، بل يحفظ له سبحانه وتعالى إيمانه. لكن ذاك الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس تظهر في آخر عمره خاتمة سيئة والعياذ بالله، فيختم له بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. قال: وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. الزمن الطويل قد يكون عمر الإنسان كاملا، وعمل أهل الجنة قد يكون ليس ساعة، دقيقة واحدة أو دقيقتين ويموت. وهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة قوى إسنادها ابن كثير وأوردها عند قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ارجعوا إليها هناك في تفسير ابن كثير: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من حديث ابن عباس أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل على دابته، على الناقة، كافر غير مسلم، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام الخمسة: الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.
والرجل وهو فوق الناقة قال أقررت. بعد هذه الكلمة مباشرة ساخت قدم ناقته في حفرة جرذان، ومالت الناقة وسقط الرجل على عنقه ومات من ساعته. فما له في الإسلام إلا دقيقة أو دقيقتين، وليس له في الإسلام إلا كلمة أقررت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردتم أن تروا أحدا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فهذا منهم. أقر وآمن وأقبل على الله عز وجل وعزم على حياة عامرة بطاعة الله، وحال بينه وبين ذلك الموت، وحال بينه وبين ذلك الموت. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه، لأنه كان جائع الرجل. فهذا كثير هنا في هذا المجلس، في هذا الدرس، في أحد دروس الوالد حفظه الله وجزاه خيرا، ذكر أحد طلاب الجامعة خبرا بعد درس من أحد هذه الدروس عن جدته. قال جدته تجاوزت 90 وأسلمت وعاشت بعد الإسلام 3 أيام وماتت على الإسلام. فهذا أمره بيد الله سبحانه وتعالى. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. نعم.